لو لا قدر الله اخدت مسمار من اللي انا راميهم على اول الشارع وجيت لي عشان تصلح وهتحط لحام في العجله، بالتجربه العمليه هجيب فرده وهحط فيها لحام وهوريك قبل الفك كان ترصيصها مظبوط وبعد الفك طلبت رصاص ولا لا، بالتجربه العمليه. يلا بينا. احنا كده بنركب لحام اهو. جبنا اللحام في العجله وعملنا الرقعه خلاص، هنشوف المكنه هتطلب معانا ترصيص للعجل ولا لا. هات الشاشه. بالفعل طلبت معانا زي ما انت شايف كده. كده المعلومه مؤكده قولا واحدا، لما تحل الفرده تصلحها وتعمل فيها لحام لازم تعيد ترصيصها من تاني، بس بشرط خلي الصنايعي وهو بيفك العجله يفكها من نفس النقطه اللي انت مرصص عندها قبل كده بعلام، او يعلم المكان بتاع الفك عشان يركب الكاوتشه في نفس المكان بالظبط. السلام عليكم.